في حياة كل واحد فينا فيه لحظات بيحس فيها إنه خلاص اتكسر، الطريق بقى طويل والتعب زاد والنتائج مش بتظهر. بس في اللحظة دي بالذات هناك بيتحدد الفرق بين اللي بيكمل واللي بيستسلم. في ناس وصلت مش علشان كانوا أذكى ولا أقوى، لكن علشان ببساطة ما وقفوش. كل ما الدنيا وقعتهم وقفوا تاني، حتى لو بإيدهم المرتعشة، حتى لو قلبهم وجعهم. كلنا بنقع، كلنا بنتأخر، كلنا بنتكسر في لحظة، بس الفكرة مش في الوقعة، الفكرة في اللي بعدها. في ناس أول ما تقع تفضل تبكي على اللي حصل، وفي ناس تلم نفسها وتقوم حتى لو محدش شايفه. في واحد بيغلط مرة فيشوف نفسه فاشل، وفي واحد بيغلط 100 مرة بس كل مرة بيتعلم. الفرق بينهم بسيط، إن التاني قرر يكمل. مفيش نجاح جه من أول محاولة، ولا أي قصة عظيمة بدأت سهلة. كل إنجاز وراه حكايات تعب ودموع وليل طويل محدش كان حاسس بيه، بس برضه محدش بيكتب التاريخ غير اللي كمل. لو فاكر إنك لازم تكون مثالي علشان تنجح، انت غلطان. اللي بينجح هو اللي بيكمل رغم إن كل حاجة حواليه بتقوله كفاية. الطريق مش مفروش ورد، في أيام هتحس إنك بتجري في مكانك وإن مجهودك بيروح على الفاضي، بس افتكر دايما إن اللي بيزرع مش بيشوف الثمر أول يوم. أوقات كتير هتكون لوحدك، هتلاقي الناس اختفوا، الدعم اختفى، الحماس راح، بس دي اللحظة اللي بتثبت فيها لنفسك إنك فعلا عايز توصل. في مثل بيقول اللي مشي في الضلمة وهو لوحده هو اللي بيستحق يشوف النور. كل مرة تقوم فيها بعد ما تقع جسمك بيتقوى، عقلك بيتعلم، وروحك بتثبت إنها أقوى من أي وجع. مفيش مستحيل طول ما أنت بتحاول، طول ما فيك نفس بيخرج لسه عندك فرصة تبدأ من جديد. في ناس عايزة كل حاجة بسرعة، عايز ينجح في شهر، يتغير في أسبوع، يبني نفسه في كام يوم، بس الحقيقة مفيش حاجة عظيمة بتتبني كده. البطل اللي بيكسب في النهاية هو اللي بيقع 99 مرة ويقوم في المرة 100. هو اللي بيتعامل مع كل فشل كأنه درس جديد. هو اللي مش بيقف عند لحظة واحدة، لأنه عارف إن الحياة مش سباق سرعة، الحياة ماراثون صبر. خلي بالك، الناس اللي بتضحك النهاردة وتقولك إنك فاشل هم نفسهم اللي هيصفقولك بكرة لما تنجح، بس بشرط إنك ما تقفش. هتسمع كلام كتير صعب، مش هتعرف، غيرك حاول وفشل، بس الحقيقة محدش يعرف حدودك غيرك. الناس بتحكم من اللي شايفاه، لكن انت عارف اللي جواك، عارف التعب والمجهود والسهر اللي محدش شافه. في ناس بتحاول تطفيك، وفي ناس بتحاول تشكك في قدراتك، بس ما تخليش كلامهم يدخل جواك، لانك لو صدقتهم خلاص انتهت الرحلة قبل ما تبدأ. صدق نفسك حتى لو الكل شك فيك، وامشي بخطوة صغيرة كل يوم، لأن كل خطوة مهما كانت بسيطة بتقربك أكتر من حلمك. الوجع اللي بتحسه النهاردة هو الوقود اللي هيشغلك بكرة. كل مرة فشلت فيها كانت بتجهزك لنجاح أكبر، كل لأ سمعتها كانت بتقويك علشان تعرف تقول أنا قدرت. صدقني مفيش تعب بيروح حضر، كل مجهود بتبذله، كل دمعة نزلت، كل لحظة وجع بتتبني جواك طوبة في شخصيتك الجديدة. اوعى تفتكر ان النجاح سهل، لكن لما توصله بعد التعب هتعرف ان كل خطوة كانت تستاهل. النهاردة ممكن تكون تايه، ممكن مش عارف الطريق فين، ممكن حاسس انك لوحدك، بس افتكر كل اللي سبقوك كانوا في مكانك ده قبل ما يلمعوا. الفرق الوحيد بينهم وبين اللي استسلم انهم كملوا، فضلوا ماشيين خطوة بخطوة وما وقفوش مهما حصل. مفيش مستحيل، المستحيل بيبدأ لما انت تقف. طالما بتتحرك حتى لو ببطء انت بتقرب. خلي ايمانك بنفسك هو اللي يسوقك، خلي تعبك يكون علامتك، وخلي كل يوم جديد يكون فرصة جديدة تثبت لنفسك انك تستحق. في الاخر مش مهم كم مرة وقعت، المهم انك كل مرة كنت بتقوم. مش مهم الناس قالت ايه،
المهم إنك ما فقدتش الإيمان بنفسك. افتح صفحة جديدة، ابدأ من أول السطر، وكل يوم قل لنفسك أنا لسه ما خلصتش ولسه عندي فرصة. خلي صوتك جواك يقولك كل صباح مفيش مستحيل طول ما أنا موقفتش. لو الفيديو ده لمس فيك حاجة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وافتكر دايما مش مهم تكون فين دلوقتي، المهم إنك ما تقفش.